كشونا تاج دلبرا از باور ناکم تجا كشونا تاج دلبرا كسين تناشت بيبا تدور كرنج جوا كسين تناشت بيبا أزبوم شفقار شبا خوزي أبين تنبا أزبوم شفقار شبا خوزي أبين تنبا هردم تلدي رامن هردم تلدي رامن با گروششت من هبا از باور ناکم تجا کشونا تاج دل ببا از باور ناکم تجا کشونا تاج دل ببا أهلا بكم متابعي برسف في أولى حلقات برنامج المجتمع جيفاك، والتي خصصناها عن موضوع التنمر كونها أصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمعات يصل فيها المتنمر أحيانا إلى الانتحار. سيكون ضيفي حول مناقشة هذا الموضوع الأخصائي النفسي ومدير مركز سمارت الأستاذ محمد علي عثمان. تابعونا بعد الفاصل. نجدد التحية لكم متابعي برسف في برنامج المجتمع جيفاك، وأهلا بك أستاذ محمد في استوديو برسف وبرنامج المجتمع جيفاك. أهلا وسهلا فيكم. في البداية أستاذ محمد، ما هو التنمر؟ التنمر هي ظاهرة يعني في السنوات الأخيرة صرنا عم نسمع فيها كثير، وهي منتشرة بالشارع، بالمدارس، بأماكن العمل، على الفضاء الإلكتروني. إذا بدنا نجي على تعريف التنمر، هي شكل من أشكال الإيذاء والعنف يكون موجه من فرد لمجموعة، أو من مجموعة لمجموعة، أو من مجموعة لفرد، بقصد كسره، ممكن يكون إهانته. طبعا هون كمان لازم يكون الشخص اللي بيقوم بالتنمر هو أقوى، ويكون عنده سلطة، أو يكون عنده حسنا. أستاذ محمد، من هو المتنمر؟ المتنمر هو الشخص اللي بيقوم بتوجيه ممكن يكون العنف لفظي، ممكن يكون نوع من أنواع العنف اللفظي أو السلوكي،
الجسدي اتجاه شخص آخر، ممكن مثل ما حكينا يكون يعني هذا له أشكال عديدة. إيه، له أشكال وله أنواع عديدة أكيد. هل التنمر نوع وشكل واحد أم له أنواع كما ذكرت الآن؟ هلا من ناحية الأشكال فعندنا اللفظي اللي هو استخدام المفردات. ممكن من خلال المفردات نحن عم نهين الآخرين أو نقص من قيمتهم أو نوصمهم بأوصاف معينة. وفي التنمر الجسدي اللي بيكون فيه استخدام العنف والأذى. وكمان في عندنا النوع أو التنمر العاطفي، وكمان هو الشكل الثالث من أشكال التنمر اللي هو يعني محاولة شخص إحراج الآخر، نشر شائعات عنه. هاي كتير ممكن على وسائل التواصل الاجتماعي. أما إذا ننتقل على أنواع التنمر، كمان في عنا التنمر اللي بيصير بالمدرسة، اللي يكون من طالب لطالب أو من مجموعة طلاب لطالب، وممكن من مدرس لطالب. في عنا التنمر الأسري اللي يكون ضمن الأسرة، ممكن يكون من أب أو أم للأطفال أو من بين الأخوة نفسهم، أو ممكن يكون بين الزوج والزوجة. في عنا التنمر ممكن يكون في مكان العمل، يعني دائما السلطة الأقوى والأشخاص الأقوى، ممكن مدراء العمل يتنمروا على غيرهم، على زملائهم. ممكن يكون التنمر على شكل سياسي أو إعلامي. تماما. شخص مرشح يتنمر على مرشح آخر أنه هذا جاي من مهاجر، هذا شخص أسود. تمام. إذن هناك أشكال وأنواع عديدة للتنمر في المجتمع. ما هي أسباب التنمر برأيك؟ هلا أسباب التنمر بصراحة، في التنمر أسباب وعوامل كثيرة. طبعا أكيد ما حدا عم يولد وهو موجود عنده تنمر يعني. أكيد. فالشخص أو الفرد هو ابن بيئته، فممكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأسري اللي بيمر فيها الطفل بمرحلة مراحل تلعب دور في ذلك. تلعب دور أن تكون عنده شخصية عدوانية أو مؤذية أو محبة للإيذاء للآخرين. ف في إذا بدنا نفوت على التفاصيل ممكن نشرح أكثر عن الموضوع إذا بس هنا نريد أن نعرف يعني علامات تعرض الأطفال للتنمر ما هي؟ هلا العلامات ممكن هون المرحلة العمرية تلعب دور. يعني من أي عمر مثلا؟ هلا كل الأعمار، يعني الأكثر فترة ممكن أو أكثر نوع أو شكل من أنواع التنمر وأكثر فئة ممكن تتعرض للتنمر هي فئة طلاب المدارس. ممكن يكون مرحلة ابتدائية، ممكن يكون إعدادية، ممكن يكون ثانوية. وهي المرحلة الأخطر والأحرج بالنسبة للطفل اللي بيتعرض للتنمر. فممكن هون يطلع سلوكيات كثيرة عند الطفل اللي يتعرض للتنمر. ممكن يكون على شكل انسحاب من المدرسة من مثلا، الزملاء، من التجمعات، من الأصدقاء. يعني كان عم يلعب طابة مع رفقاته بطل يلعب بحصة الرياضة مثلا. ممكن كان عم يشاركهم بأنشطة معينة يبطل. ممكن إهماله لواجباته المدرسية، ممكن إهماله لمنظره وشكله الخارجي. طيب، هل التنمر هو ذاته لدى الفتيات والفتيان؟ التنمر هو تنمر يعني الفتيان والفتيات. الفرق هو بالاسلوب او الطريقه اللي يتم فيها التنمر. يعني السلوك التنمر بين يعني الطريقه اللي بيتنمر فيها الشخص على صبيه بيختلف عن الطريقه اللي بيتنمر فيها على شاب. يعني على سبيل المثال التنمر على الصبايا ممكن يكون على طريق وصمتهم بشيء معين او بشكلهم او بلون بشرتهم او بإعاقة موجودة بشكلهم. فهون ممكن البنت أكثر تتأثر وتنحرج ويصير عندها الفتيات أكثر حساسية، يصير عندها مشاكل نفسية متعلقة بتقدير ذاتها وصورتها، صورة يعني كيف هي عم تشوف حالها، ومشاكل ثانية ممكن تتحول لاكتئاب. وفي حالات مسجلة يعني مع الوقت تتحول لاكتئاب. حتى ممكن هلا الشخص لما بيشوف حاله شخص أقل من غيره، ناقص، قيمته أقل، تقديره لذاته بيقل، فبالتالي ممكن يكون مع الوقت يصير نوع من أنواع الاكتئاب. والاكتئاب معروف يعني ممكن شخص يأذي ذاته بعد فترة إذا صار من أنواع الاكتئاب الشديد. بالنسبة للشباب ممكن التنمر يكون موجه
لمستواه الدراسي، لفقره، لوضعه الاجتماعي، لعائلته، لأهله، عمل أبوه مثلا. ففي يعني أي قصة يعني تتيح للطرف الآخر أنه يتنمر. وكمان التنمر بالنسبة للشباب ممكن يكون أقرب التنمر اللي فيه التنمر الجسدي أكثر من التنمر العاطفي اللي فيه ابتزاز للبنت وإحراجها وهي الأمور، بس الإشاعات. أستاذ محمد، رح سننتقل لسؤال آخر. برأيك هل تعتبر كل المضايقات تنمرا؟ هلا بالنسبة للمضايقات والمزح، فهون أنا بدي بناء على الشخص اللي عم يضايقني واللي بيمزح معي أنا بدي أقرر أنه هذا التنمر ولا لا. فإذا أنا بعرفك وانا بعرف مزحك هيك لك مع كل الناس مو بس معي، فما راح يكون تنمر. بس والله يعني انت حاطط نقرك بنقري ودائما عم تحاولي تهينيني تكسريني، فاكيد هون راح يكون تنمر. فبيضل على نوع المضايقه ونوع المزح. فاشخاص اللي ما في بيناتهم المزح بيفرق عن الشخص لما انا بعرف انه هذا عم يمزح معي كثير وهذا طبعه وهذا سلوكه. فهون بيبين معنا من خلال السياق العام. المزاح المتكرر يعتبر تنمرا أيضا؟ هلا مثل ما حكيت يعني الموضوع بيرجع للسياق. بأي سياق بيتم المزح قدام الآخرين مشان يتم إهانتي وكسري، ولا هذا الشخص عم يمزح كثير ومع كل الناس وين ما كان. فهون يعني السياق دائما بيقرر أنه هذا التنمر ولا لا. فأحيانا بعض الأهالي يعني مو يعني بقصد المزح يعني بيعطوا ألقاب لأولادهم مو بهدف كسرهم. تمام. كيف يمكن للأهل معرفة ما إذا كان ابنهم متنمرا؟ هلا لما يكون طالب مدرسة على سبيل المثال بيجي شكاوى كثير عليه، على سبيل المثال طبعا عم بحكي. لما الجيران بيجوا يشتكوا عليه، لما بيرجع على البيت آكل قتل من رفقاته لأنه كان عم يتنمر عليهم. فالأوصاف اللي المجتمع اللي حوالينا لما بيوصفونا بالصفة أنه أنت دائما عم تسيء، أنت دائما عم تحكي على العالم، أنت دائما عم تأذي، عم تضرب، عم تعمل فتن بين الآخرين، عم تنشر إشاعات عنهم. فالأهل من خلال الآخرين يعني سلوك المتنمر من خلال السياق الاجتماعي اللي أهل موجودين فيه ممكن يكتشفوا أنه ابنهم هيك، لأنه هذا السلوك ممكن حتى بالبيت مع أخته بيطلع، يعني مو ضروري بس يكون بالشارع. تمام. أستاذ محمد، هل تمتد آثار التنمر النفسية لسنوات في حياة المتنمر؟ أكيد، خاصة لما هذا التنمر يكون بمراحل الحياة الأولى، المرحلة الابتدائية، مراحل المدرسة. لأنه هاي التنمر خاصة لما بيكون في إهانة للطفل وكسره ممكن حتى يأثر على الجانب الأكاديمي عنده. يعني بيصير طفل فاشل دراسيا نتيجة التنمر اللي عنده. ممكن يترك المدرسة، ممكن يكره مادة من المواد لأنه المدرس كان عم يتنمر على الطفل. أشياء كثيرة. ممكن يعني شخصيته بصير شخصية ضعيفة، ما عنده ثقة بنفسه، تقديره لذاته ضعيف. هاي الأمور كلها يعني بيكبر مع الطفل يعني كلياتها. هلا تماما نحن انعكاس او نتيجه الظروف اللي نحن تربينا فيها ونحن صغار. هل يمكن ان تكون هناك علاقه بين التنمر والانتحار؟ اكيد، لما التنمر خاصه بالاعمار اللي مثل ما حكينا اعمار الحساسه المراهقه، لما بيكون في تنمر وبس مثل ما حكيت هلا انه في شكل من اشكال التنمر هو التنمر العاطفي. فلما بيكون في بث اشاعات ومحاوله لاحراج الشخص وحاولة تشويه سمعته، فهون عم نسمع قصص كثيرة سواء على النت أو عندنا بالواقع. عندنا أشخاص انتحروا، ممكن نحن ما نعرف السبب الرئيسي للانتحار. لما نحن نجمع بعض التفاصيل للشخص المنتحر فعم تشكل عنا صورة معينة أنه هذا الشخص ليش ممكن يكون انتحر. ففي كثير قصص قصص عم نسمع فيها ودراسات. طبعا عندنا دراسات ضعيفة، دراسات الدول الأوروبية وأمريكا. يعني أحد أسباب الانتحار المراهقين ممكن يكون التنمر. متابعينا المراهقين بالدرجة الأولى، يعني هون انتحار الكبار بيفرق عن انتحار أكيد. المراهقين. أكيد. متابعينا فاصل صغير ونعود.
متابعينا، نعود إليكم من جديد في برنامج المجتمع جيفاك وحلقة اليوم حول موضوع التنمر مع ضيفنا طبعا الأستاذ محمد علي عثمان. أستاذ محمد، ما هي المؤشرات التي على مدرس الصف والأهل التنبه إليها لمعرفة ما إذا كان أحد التلاميذ يتعرض للتنمر؟ لما أنا إذا كنت معلم أشوف طفل ما عم يشارك، عم يغيب بشكل متكرر، تغير سلوكه فجأة بالصف، ما عم يجيب وظائفه، عم يستنى بس تخلص الحصة ويطلع من الصف. فهي كمعلم أو كمدرس أنا راح أعرف أنه في مشكلة عند الشخص، مو بالضرورة أنا يكون تنمر، بس هذا الطفل عم يعاني من مشكلة. فهون هي المؤشرات أو الملاحظات البسيطة اللي ممكن حتى بالبيت نحن نلاحظها على أولادنا. ممكن أشوف أي تغيير بالسلوك عند الطفل، فهون أنا لازم أنا كأب أو كمعلم يا أسمعه أقعد معه، يا أحوله لعند أخصائي أو مرشد نفسي لما بيكون في مرشد نفسي موجود بالمدرسة. هنا ضرورة التعاون بين المدرسة والبيت. أكيد الوالدين أكيد، يعني لأنه المدرسة لازم تتأكد أنه هذا الطفل بالبيت وضعه كان طبيعي ولا لا. ممكن يكون عنده مشاكل بالبيت، ممكن في انفصال أسري، ممكن يكون في عنف أسري بالبيت، فهي كلها كمان عم تنعكس على شخصية الطالب لما بيجي على المدرسة. هل يوجد طرق يمكننا من خلالها إيقاف المتنمر عن ممارسة سلوكه في التنمر على الآخرين؟ هلا ما في طريقة ثابتة كوصفة سحرية نوقف المتنمر. المتنمر ممكن يكون طفل، ممكن يكون مراهق، ممكن يكون أب، ممكن يكون شخص مجهول على الانترنت عم يتنمر. فهون حسب السياق وحسب شكل التنمر، حسب نوع التنمر. فإذا كان بالمدرسة لازم يكون عندنا موجود بالمدرسة مدونة قواعد سلوك أو سياسة معينة صارمة وحازمة بتحاسب الأشخاص اللي بيقوموا بالتنمر. بالبيت ممكن يكون في عندنا يعني طريقة تعامل معينة، أسلوب معين بالتعامل مع الأطفال. كحكومات أو كدول لازم يكون في قوانين رادعة للتنمر الإلكتروني أو غير شكل آخر. سيكون لدينا سؤال حول التنمر الإلكتروني أيضا. هل يمكن القول حاليا أن التنمر أصبح ظاهرة في المجتمع؟ أكيد هو صارت ظاهرة وأمر واقع، وفي عالم عم تحط ضريبة، وفي عالم عم تتلذذ باستخدامها يعني تعذيب الآخرين. إذن هي ظاهرة موجودة كما أسلفت أستاذ محمد. كيف يمكن الحد من ظاهرة التنمر إذا صح التعبير طالما هي أصبحت موجودة؟ هلا مثل ما حكيت هلا يعني الحد ما نقدر نحد، ممكن نقلل لأنه ما يعني صعب يكون في عقوبات وقوانين سواء بالمدرسة أو بالبيت أو وسائل الإعلام كمان تلعب دور توعي فئات محددة. بالإضافة مثل ما حكيت لكم لما بيكون في قوانين مو شكلية، قوانين حقيقية بتردع المتنمرين وبيكون في دعاوى عليهم، خاصة يعني هاي تعتبر جرائم إلكترونية يمكن. تحدثت عن التنمر الإلكتروني حاليا، ما مدى انتشاره، درجة انتشاره يعني في مجتمعاتنا؟ حاليا منتشر كبير، وممكن هي أحد أسباب الانتحار بالنسبة لبعض المراهقات لما بيكون في ابتزاز لأشخاص، خرق خصوصيات الآخرين، نشر صور خاصة أو تعديل أو تركيب صور. فهي كلها يعني خاصة لما بيكون الطرف الآخر هو الطرف وهمي وراء الكواليس، أنت ما بتعرف مين عم يتنمر عليك، مين هو الشخص اللي عم يسيء لك، اللي عم يبتزك، اللي عم يحاول يشوه سمعتك. فهون يعني بصراحة موضوع صعب، خاصة شائك نوعا ما، ويمكن عم نسمع قصص سواء فنانين أو مراهقات ومراهقين يعني حول العالم عم يصير مشاكل. سؤال الأخير أستاذ محمد، أهم النصائح التي يمكن من خلالها تقوية الدافعية لضحايا التنمر؟ هلا بصراحة ممكن هون يعني نحاول نعزز ثقة الأشخاص اللي تعرضوا للتنمر، تعزيز ثقتهم بنفسهم. ودائما يعني في فكرة أنه الشخص الآخر اللي بتنمر هو يعبر عن شخصيته، عن ثقافته، عن تربيته، فكلامه ما بيعكس حقيقتي.
فلازم هي تكون مثل حلقة بأذان الجميع. بس بالنسبة للطفل ما بيقدر يستوعب هذا الموضوع. بالنسبة للطفل يعني يفضل هون يتم الجلوس معهم. إذا ما نقدر نحاسب الآخر أقل شيء نقدر نقوي هذا الطفل. إذا التنمر أثر عليه وصار عنده نوع من يعني يمكن أن يكون طبع يعني لدى الفرد المتنمر ولا المتنمر، يعني أنه يصبح هذا الطبع يعني هلا لا يمكن في ملاحظة نسيت أحكيها، أنه كثير من الأشخاص اللي يقوموا بالتنمر هن كانوا ضحايا التنمر. وممكن هن شخص صار عنده إعاقة معينة وهو صغير وبلش رفقاته يتنمروا عليه، فصار عنده نوع من العدوانية، وبلش بعد ما يعني خزن تراكمات، صار عنده تراكمات وخزن هاي المشاعر السلبية عنده، فبالتالي هو بيجي يسقط على الآخرين وبحاول يسيء لهم كمان. هاي كمان بتصير كثير عند الأطفال. فمثل ما حكيت أنه موضوع التحويل على أخصائي نفسي أو لمرشد نفسي بالمدرسة لما بيكون طفل صغير، أو كمان ممكن في مراكز محلية أو منظمات يعني بتعطي جلسات أو استشارات نفسية أو إخضاعهم لأنشطة دعم نفسي، يعني تحاول إخراج الحل اللي هن موجودين فيها. إذا متابعينا، كما لاحظتم بات التنمر ظاهرة مزعجة ومضرة للكثير من الأفراد، والحد منها يقع على عاتق الأسرة، المدرسة، على عاتق جميع أفراد المجتمع أيضا. في نهاية حلقة اليوم من برنامج المجتمع جيفاك لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ محمد علي عثمان الأخصائي النفسي مدير مركز سمارت على وجوده معنا. شكرا لك أستاذ محمد، والشكر الكبير لكم أيضا على حسن المتابعة. كونوا معنا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج المجتمع جيفاك وضيف جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.